التواصل البرلماني والحزبي مسؤولية فشل فيها البرلماني والسياسي بالتأكيد ملكي. عندما نتحدث عن التواصل السياسي والبرلماني فجلالة الملك أكد على ضرورة تعزيز هذا التواصل مع المواطنين ومع الشباب، ولأن الدستور واضح في هذا الإطار، الدستور الذي يقول بأننا نحتاج إلى تفعيله على مستوى التنشئة السياسية، على مستوى تأطير المواطنين والمواطنات. وأكيد أنه لا يمكن الحديث عن أي تغيير خارج المؤسسات، ولكن المطالب هو إصلاح هذه المؤسسات من الداخل، لأن الوضعية الحزبية بالمغرب تطرح عليه علامات الاستفهام كثيرة. من هم هؤلاء الشباب المتواجدون داخل الأحزاب السياسية؟ ما هي معايير الاستوزار داخل الأحزاب السياسية؟ ونرى بعض الشباب الذين سواء وصلوا إلى البرلمان أو وصلوا إلى الاستوزار للأسف هم عبارة عن أشخاص مطبلين لأشياء غير موجودة، لإنجازات غير موجودة، ولا يعترفون بالإخفاقات رغم أن جلالة الملك يعترف بها، خاصة في خطابه ما قبل الأخير الذي تحدث فيه عن مغرب السرعتين. النقطة الرابعة